السلام عليكم. لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يكمل معايا الفيديو للاخر، لان الفيديو فيه كلام مهم جدا. تابعوا معايا الفيديو. احنا مش عايزين ننسى الترند الجميل اللي حصل من اول امبارح كده او من يومين بالظبط. الترند الجميل اللي يستحق انه يبقى ترند فعلا، ويستحق انه يبقى ترند كل يوم، وهي الصورة دي اللي مكتوب عليها صلى على النبي. فياريت كل حد بيشوف الفيديو ده دلوقتي يصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي معايا ده فيديو الأم وأطفالها جنب منها. واضح كده من الفيديو إن المكان اللي هي قاعدة فيه ده مكان أكل عيشها أو مكان رزقها. الواضح كمان من الفيديو إن المكان ده بسيط جدا، زي ما حضراتكم كده شايفين 3 أو 4 من جيرانها هي أول ما شافتهم على باب المحل أو على باب المكان اللي هي قاعدة فيه قامت من على المكتب أول ما شافتهم، وراحت علشان تتكلم معاهم أو تشوف إيه المشكلة بتاعتهم. فجأة زي ما حضراتكم كده هتشوفوا في الفيديو الجيران بيدخلوا معاها وبيضربوها قصاد الأطفال. إيه المنظر ده؟ ليه يعملوا كده قدام الأطفال؟ تخيلوا كده حضراتكم معايا لو الأم دي هي أم الأطفال فعلا، فازاي يشوفوا أمهم بتتضرب كده ومن جيرانهم؟ يعني أنا مستغربة جدا من الفيديو عن الأطفال. زي ما حضراتكم شايفين أنا اتأثرت جدا بالطفلة اللي حطت إيديها على ودنها علشان ما تسمعش استغاثة من أمها وهي مش عارفة تعمل لها أي حاجة. دول زي ما حضراتكم كده شايفين أطفال صغيرة ومامتهم بتتضرب قدامهم. يعني لأي سبب من الأسباب الأم دي تستحق تتضرب ولا لأ؟ إزاي أصلا بيضربوها قدام أطفالها؟ ازاي المنظر ده يحصل وكمان من الجيران؟ يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد. يا ريت حضراتكم انتوا كمان تصلوا معايا على النبي. يعني زي ما بيتقال كده النبي وصى على 7 جار بيحصل لها دلوقتي قدام اطفالها من جيرانها. الاطفال طبعا مش هيقدروا يدافعوا عن مامتهم ولا واعيين كفايه يفهموا السبب اللي مامتهم بتتضرب علشانه. اللي توصلت ليه ان هم ضربوها علشان كيس لبن. يعني انا مش فاهمه ازاي بيضربوها علشان كيس لبن، يعني هي وقع منها غصبا عنها، هي رمته في وشهم مثلا. ايه المشكله وايه الداعي اللي يخلوكم تضربوها قصاد اطفالها؟ ده بجد يعني انا مش فاهمه الناس دي ازاي موجوده كده حوالينا. انا مش فاهمه ولا قادره استوعب ان دول ستات هم زيها، يعني ازاي بيضربوها كده؟ وكمان في زوج واحده منهم كمان دخل هو كمان وبيضربها. لولا ان في حد اتدخل ودافع عنها كانت الام دي ممكن كان حصل لها ايه. اما الموضوع التاني بقى وده يمكن اهم من الفيديو اللي فات، موضوع خطير جدا، هو ان في سواق توك توك شغال على توك توك بينه وما بين حد من المنطقه او حد ماشي، حصل ما بينهم مشكله وبعدين راحوا القسم، والقسم يعني عمل ما بينهم الصلح. خلاص المفروض ان هم اتصالحوا على كده. حد من اللي كان بيتخانق مع سواق التوك توك قال لسواق التوك توك يعني ان باباه عايزه وكده، علشان خاطر طالما خلاص في صلح فباباه عايزه علشان يتصالح معاه هو كمان. وخلال ما طلعوا من القسم كلهم وراحوا للمكان ده علشان يقابل ابو اللي عمل معاه المشكله علشان يتصالح معاه هو كمان، فاجئ ب3 طعنات. يعني علشان خاطر مشكله زي دي وخلاص اتصالحتوا في الاسم، يعني انتوا ما سكتوش برضو والغل فيكوا لحد ما انتوا طلعتوا مع بعض علشان خاطر وهموه ان والد حد فيكم عايز يتصالح معاه هو كمان فتطعنوه. يعني بجد ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ يعني خرجتوا من الاسم مش خايفين مثلا؟ والمفروض ان انتوا اتصالحتوا خلاص، يعني انتوا مش هممكم اي حاجه، مش هممكم الصلح، مش هممكم الاسم اللي انتوا لسه طالعين منه، مش خايفين. والموضوع ده حصل في سيوف في محافظه الاسكندريه. كل يوم بتزداد سوء. انا بجد والله مش متشائمه خالص، ولكن واللي انا عايزه اقوله من الفيديو ده ان كل اللي بيحصل ده بسبب بعدنا عن ربنا، بسبب ان مفيش حد عنده ضمير، وما بقاش في حد دلوقتي خايف من ربنا. من اي حاجه ممكن تخاف منها انت تخاف من ربنا. قبل كل شيء لازم تحط ربنا في الاعتبار. خوفك من ان انت هتتمسك او هتتحاسب، ودي كده كده يعني مفروغ منها. ان هما بيتمسكوا وبيتحاسبوا. حكومة بلدنا عادلة جدا وبتحاسب كل انسان اللي هو بيعمله، ولكن انت تخاف قبل كل شيء من ربنا. فيا ربنا يحفظنا يا رب جميعا، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة، ربنا يسلمنا يا رب ويرزقنا بحسن الختام، اللهم امين يا رب العالمين. وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو، احب اشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم، تشاركوني في رأيكم بيفرق معايا جدا، ودعمكم ليا بيفرق معايا جدا، وكمان تعملوا لي سبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.